سام بن نوح اللي هو جه من ذريته يعرب، ويعرب ده هو ابو قحطان اللي من ذريته جت العرب العاربه، لان العرب منقسمين عندنا لثلاث اقسام: عرب عاربه وعرب مستعربه وعرب بائده. برضه من ذريه سام بن نوح نبي الله ابراهيم عليه السلام خليل الرحمن، وكان ابراهيم عليه السلام كلداني من الكلدانيين. اتجوز السيده ساره وهاجر المصريه، وانجب من السيده ساره اسحاق عليه السلام، ومن بعدها جم بنو اسرائيل. وانجب من هاجر المصريه اسماعيل عليه السلام، واتجوز اسماعيل عليه السلام من قبيله جرهم القحطانيين اللي هم قبيله جرهم دول هم العرب العاربه، وانجب منهم بقى العرب المستعربه اللي هو احنا. وعرب عاربه وعرب مستعربه دي فيها شويه كلام كده كتير بين المؤرخين وبين علماء الاسلام، يعني لان يعني في منهم مؤرخين بيرجعوا ابراهيم عليه السلام ان هو جده يهود عليه السلام، وبالتالي هم كده هيكون الناس اللي جت من ذريه اسماعيل عليه السلام هم عرب عاربه مش مستعربه بس. ايا كان هو عرب عاربه عرب مستعربه هم في الاول وفي الاخر عرب برضه، راحوا هنا بقى وهنا هم في الاول وفي الاخر كلهم عرب، ولكن احنا بنتكلم بتفصيل زياده يعني.